صباح الفل، صباح العسل، صباح كل حاجه حلوه على اخواتنا وحبايبنا. احلى مسا عليكم يا جدعان، واحلى مسا على كل واحد بيشاهدنا وكل واحد بيتابعنا وكل واحد موجود عندي في القناه. بنتشرف باي حد جديد بيكون من وسط اخواتي من وسط حبايبي. طبعا نبذه بسيطه كده عن القناه. اخوكم علي المنسي من اسكندريه، عامل القناه ديت لاخواتي وحبايبي المبتدئين، الناس اللي هي حابه تفهم حمام والناس اللي هي حابه تربي حمام. الكلام ده كله يعني انت المبتدئ اللي هو مش عارف يفرخ الحمام، المبتدئ اللي هو مثلا النتايه عنده مش عايزه تبيض، الذكر مش عايز يخصب، الكلام البسيط ده كله حله بسيط جدا، وطلعنا في اكتر من فيديو اتكلمنا. طيب موضوعنا النهارده ان شاء الله موضوع حلو كده وشيق زي ما عودتكم. طبعا انا قاعد في العربيه مكسوف اطلع اصور بره، زي ما انتم فاهمين انا بتحرج اقف في السوق اصور والكلام دوت. فقلنا بس في لقطه ما ينفعش الواحد يفوتها، في لقطه ما ينفعش الواحد يسيبها. بتشرف باي حد بيكون عندي، بيكون اخويا وحبيبي. طبعا بفضل ربنا وفضلكم انتوا عليا وصلنا 44000 اخ واخت وام واب، 44600. يعني الواحد في قمه سعادته والله، من الناس اللي هي بتدعمه. الواحد في قمه سعادته لما بيلاقي حد ناقصه معلومه وبيقدمها له وبيرجع يشكره. طبعا دي عندي بالدنيا كلها والله. بنتشرف بيكم وكلكم على راسي، وكلكم من الكبير والصغير، كبير وصغير على راسي من فوق. اي حد عنده مشكله في الحمام، اي حد عنده مشكله في التربيه، في الكلام ده كله، انا ما عنديش اي مانع. رقم تليفوني بسيبه، تتصل بيا وبنتكلم سوا مع بعضينا، كلنا اخوات وكلنا حبايب. طبعا النهارده في السوق هديك نبذه كده عن السوق اهو، وهديك لقطه ونرجعوا نصوروا اللي احنا عايزين نعمله. طبعا السوق اهو زي ما انتم شايفين يا جدعان، من اوله اهو، كل ده سوق الحمام في اسكندريه اهو زي ما انتم شايفين، واحنا قاعدين في العربيه. بس في موقف عجبني فانا حبيت اصوره، فهنتجرأ بقى المره دي ونطلعوا نصوروه من بره. طبعا اهو الدنيا زي ما انتم شايفين اهو. طبعا ان اللي احنا عايزين نصوروه واقف في البلكونه مش باين، هنحاولوا ننزل دلوقتي ونبينه، نجمد قلبنا كده يعني وننزل نبينه. وحاجه بسيطه برده كده حابب اقدمها لكم يا جدعان، محدش يتحرج، كلنا بنتعلم من بعض، كلنا بنفيد بعض. اي حد محتاج اي حاجه رقم تليفوني موجود، يكلمني على راسي من فوق يا جدعان. يلا بينا ننزلوا نصوروا تحت ونشوفوا الفرد الهزاز ده هيعمل ايه. بنتشرف باي حد يكون من وسط اخواتنا من وسط حبايبنا على الدغري، كلنا اخوات كلنا حبايب. احلى مسا عليكم، يلا بينا ننزلوا نصوروا من تحت. طبعا زي ما انتم شايفين يا جدعان الفرد الهزاز اللي فوق دوت طار من على بلغونه ورجع واقف على اليافطه، واخوه تحت اللي على العربيه دوت، اخوه اللي واقف على العربيه. طبعا الفرد عينيه ان هو عايز ينزل، بيبص لاخوه ان هو عايز ينزل له. واحده واحده كده هنبداوا معاه زي ما عملنا في الفيشر قبل كده، والفيشر قلت لكم برده عايز ينزل ونزل. طبعا في ناس قالت لي انت عرفت منين اللي هو عايز ينزل؟ بص يا باشا، من عينيه، من عين الفرد او عين العصفور يبقى انت هرش الدنيا فيها ايه، عارف ان هو عايز ينزل عايز يمشي الكلام ده كله. طبعا كل ما بتقدم في الحمام، كل ما بتقدم في الكلام ده كله، هي مش محتاجه مفهوميه يعني. الفرد طول ما هو موطي راسه كده هو كده عايز ينزل على اخوه او عايز ينزل على المكان بتاعه. تمام يا رجاله، هنفصل ونرجع لكم تاني عشان ما نطولش عليكم الفيديو. اهو يا جدعان ده نقل على الموتوسيكل والتاني واقف على اليافطه اهو. هو برده ايه، كل ما يروح هنا صاحب الفرد يجيب له الفرد الناحيه الثانيه، بس ان شاء الله هينزل وهتشوفوا يعني. هتقول له انا قلت الفرد قلب نفسه الناحيه، واحد حتى في مشمشم اهو قلب نفسه الناحيه الثانيه من ناحيه اليافطه من الناحيه الثانيه يا جدعان، وزي ما انتم شايفين. طبعا هو عمال يسقم عايز ينزل على ايه، على اخوه اهو يا جدعان. اهو يا جدعان الفرد بيطير اهو، هنجيبه لكم بالتصوير البطيء كده نشوف هيروح فين المره دي. ان شاء الله ينزل المره دي، ولو واقف في حته بعيده برضه هنحاول نصوره. اهو يا جدعان بسم الله ما شاء الله عليه، شكله منظره فظيع يعني، الله اكبر عليه. واقف هناك اهو نحاول نجيبه. نقل نفسه الناحيه الثانيه اهو يا جدعان، مسكوه نزل اهو ان شاء الله من بدايته لنهايته يا معلم.